عايز اقول لك بعثة الاهلي رجعت النهارده الحمد لله، بس الكابتن محمود الخطيب شغال في الصفقات على الرغم ان الفرقه خدت اجازه لمده اسبوعين. بس الكابتن محمود الخطيب العين راحه على المراكز ان انا المفروض ادعمها، لان في لعيبه خلاص هترحل عن النادي الاهلي. قال لك في الباك ليفت احنا لازم نضم محمد شكري، وبالفعل تم الاتصال بين الكابتن محمود الخطيب ومين محمد ابو العينين وطارق ابو العينين لضم محمد شكري. وطبعا سيراميكا رحبت وقالت له ممكن ناخد كمان كريم ندفد مكان محمد شكري، بجانب برضو ايه الفلوس اللي هياخدوها حق ايه انتقال محمد شكري. طيب ده بالنسبه للباك ليفت. طيب في قلب الدفاع ريبيرو قال لك انا عايز ادعم قلب الدفاع بياسين مرعي. طبعا الكابتن محمود الخطيب بيلبي طلبات المدير الفني عشان بعد كده يجي يساله عن النتائج، وبالفعل تم الاتصال لضم ياسين مرعي من فاركو، وخلال ساعات الصفقه هتنتهي. طب كده وبس؟ قال لك لا، عايزين كمان باك رايت، لان محمد هاني ما كانش موفق، وعمر كمال عبد الواحد هيمشي، بس محمد هاني مش هيمشي، محمد هاني مكمل معانا، انما عمر كمال عبد الواحد هيمشي. الكلام دلوقتي رايح كله لضم احمد عيد. احمد عيد يا جماعه بتاع المصري، احمد عيد يعتبر من لاعبي المنتخب الوطني. احمد عيد باك رايت جامد، وفعلا ده الاختيار الصحيح. الاتجاه دلوقتي لضم احمد عيد لاعب المصري، وبالفعل تم الاتصال بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس كامل ابو علي لضم احمد عيد لاعب المصري. عايز اقول لك النادي الاهلي باذن الله خلال الايام اللي جايه والله ما في فرقه هتعرف تقف قدامه. يعني كاس العالم للانديه خلاص هي صفحه واتقفلت، كان فيها بعض الاخفاقات، كان فيها بعض الاخطاء، بس مفيش مشكله. الاخفاقات ديت نحاول احنا نستفاد منها، الاخطاء ديت نحاول احنا نستفاد منها. ايه الاخفاقات اللي حصلت للفرقه؟ الاخفاقات ان انت تلاقي مثلا واحد زي الشناوي معاك اول ماتش كويس، تاني ماتش كويس، تالت ماتش تلاقيه وقع منك. يعني في ماتش اللي هو بتاع بورتو تحس ان هو وقع منك. طب ليه يا شناوي؟ ما تعرفش يا ابني، انت افضل حارس، خلاص يمكن مثلا يعني عايز يريح شويه، كان لازم ان احنا نستعين بمصطفى شوبير. تبص مثلا كلاعب مثلا زي تريزيجيه بعد ضربه الجزاء اللي هو كان معاند يشوطها في ماتش انتر ميامي، بعد ما ضيعها تحس ان تريزيجيه مستواه نزل من 95% نزل ل 50%. ليه؟ اللاعب جات له حاله سلبيه، مش عارف يدي تاني، تحس ان هو مكسور. بس ان شاء الله تريزيجيه يشتغل على نفسه ويرجع تريزيجيه اللي هو اللاعب الممتاز، اللاعب الجماهيري النادي الاهلي بتحبه، ويرجع مستواه احسن واحسن. عايز اقول لك وسام ابو علي يعني بجد اثبت ان هو راس حربه مفيش زيه في مصر. امام عاشور ربنا يقومنا بالسلامه ان شاء الله، يرجع في شهر 8 وينضم لصفوف النادي الاهلي مع بدايه الدوري ان شاء الله. وعايز اقول لك انت بتشجع اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي يعتبر احسن نادي في الشرق الاوسط كله، نادي القرن النادي الاهلي. عايز تقول لاي حد بيشمت فيك او يقول لك انت خرجت من كاس العالم للانديه، قول له انا كنت في كاس العالم للانديه، انت كنت بتصيف. قول له انا كنت في كاس العالم للانديه، كان جمهور الاهلي ورا فرقتهم من جميع انحاء العالم. كنت بلعب قدام انتر ميامي، كان جمهور الاهلي اكبر من جمهور انتر ميامي. كنت بلعب قدام بورتو البرتغالي، كان جماهير النادي الاهلي في المدرجات اكتر من جماهير بورتو البرتغالي. ده يوصل لك ان انت وراك جمهور مرعب، جمهور بالملايين، مش في مصر بس، ده في جميع انحاء العالم. اوعى حد يحبطك، اوعى حد يقول لك انت خرجت من كاس العالم للانديه. طب وايه المشكله لما اخرج من كاس العالم للانديه؟ هو انا بس خرجت؟ ما في فرق كتير خرجت ولسه فرق تانية هتخرج يا جماعه. مش هيكمل في كاس العالم للانديه الا الفرق الاوروبيه زي الباير، زي ريال مدريد. انت يعني سواء الفرق بتاع افريقيا او بتاعت اسيا، خلاص اخرك مثلا دور ال 16 وهتلاقي في دور الثمانيه كله هتلاقي فرق اوروبيه. خلاص ايه المشكله؟ بس انت اللي تلاقي يعني تلاقي صحف العالم الاجنبيه كلها بتشكر فيك وبيقولوا النادي الاهلي نادي عظيم، النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهوره فعلا وراه بيسانده، بيجي له من بلاد وبيقف ورا فرقته. وتلاقي اللي بيحقد عليك اللي هم الفرق اللي هم اولاد بلدك. طب ما تكلمني على الزمالك، هو الزمالك فين؟ هيقول لك الزمالك بيصيف. طب كلمني على الفرق الثانيه، انتوا فين يا جماعه؟ انتوا فين؟ انتوا عشان تروح كاس العالم للانديه لازم تاخدوا الدوري، وبعد ما تاخدوا الدوري تاخدوا دوري ابطال افريقيا عشان خاطر تروح كاس العالم للانديه. انتوا فين الكلام ده؟ انتوا فين؟ يعني انتوا بتقولوا النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي يا ابني كان بيلعب في كاس العالم للانديه. انتوا هتعيشوا وتحلموا وتموتوا ومش هتخطوا كاس العالم للانديه.